جربوا بقى الرقاق الطري على طريقتي من غير ما تبلوه في الشوربه. عايزه اقول لكم الطريقه دي بجد رهيبه، والطعم عايزه اقول لكم في حته تانية خالص. اتمنى قبل ما نبدا تدعمونا كده بلايك حلو منكم، واتمنى لو تشيروا الفيديو اكون شاكره لكم جدا جدا. اول حاجه كده معايا طاسه على النار، حطيت كده فيها معلقه من السمنه البلدي، ومعايا كده بصلايه كبيره. هنبدا نشوح البصله دي معانا لحد ما تاخد معانا اللون الاصفر الخفيف. انا بحب ادي للبصله كده لون خفيف، ما بحبش لونه يكون ابيض زي ما هو كده، فبحمرها للون ده كده تمام جدا. وبعد كده هبدا اضيف دلوقتي كده عليها اللحمه على طول. طبعا كميه اللحمه دي ترجع ليكي، ممكن تعمليها بربع كيلو لحمه، بنص كيلو لحمه، زي ما انت عايزه براحتك خالص. هضيف كميه اللحمه بتاعتي بالشكل ده، وبعد كده ببدا اشوحها كده معايا مع البصله لحد ما لونها يغير، وبعد كده نشوف ايه الاضافات اللي احنا هنضيفها عليها. انا بالنسبه لي ما بحبش ازود اكتر من ملح وفلفل اسود، واختياري بزود فلفل الوان، ممكن تستغني عنه براحتك خالص لو انت مش بتحبيه. بزود كده قطعه صغيره من الفلفل الالوان، وقطعه كده من الحار. طبعا زي ما قلت لكم ده اختياري على حسب الرغبه، زي ما تحبوا براحتكم خالص. كده خلاص هي اتحمرت معايا تمام. ضفت كده دلوقتي ليها الملح فلفل اسود، وبعد كده نبدا نقلبهم كده مع بعض، واضيف لهم الفلفل دلوقتي مقطعهم مكعبات صغيره جدا بالشكل ده. وكده خلاص اللحمه كده اتعصجت معايا تمام. ما بحبش ازود اكتر من كده، لو انتوا بتحبوا تزودوا اي بهارات تانية براحتكم خالص. الطعم ده يرجع ليكم، يعني المذاق ده زي ما تحبوا. كده خلاص اللحمه بتاعتنا جاهزه معانا تمام. شوف بقى ايه الخطوه اللي احنا هنعملها بعد كده. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا على حجم بقى الرقاق بتاعنا. ببدا ادهنها كده بالزبده او بالسمنه. تمام. طبقه كده كويسه عشان طبعا تتحمر معايا كويس قوي من تحت. وبعد كده هنجيب اول طبقه معانا، بدهنها بقى بالسمنه كويس جدا بالفرشه كده معايا تمام. وما بحطش اي شوربه خالص، زي ما قلت لكم في البدايه احنا مش هنحط شوربه خالص بين الطبقات. لكن هنعمل هنعمل كده خطوه هتغنينا ان احنا نقعد نسقي الرقاق بتاعنا في الشوربه. فاحنا يا دوب كده بندهنه بالسمنه، وبعد كده بنبدا نحط باقي الطبقات. بالنسبه لكميه الطبقات بنحط كده 4 طبقات من تحت، وبعد كده نحط اللحمه اللي احنا عصجناها مع بعض، وبعد كده 4 طبقات تانيين. وبعد كده نشوف ايه الخطوه اللي احنا نعملها بعد كده. دي كده الطبقه التانيه معايا تمام. طبعا بتختاري كده صينيه تكون على مقاس الرقاق بتاعك، وتعملي كده طوف للرقاق عشان بقى، عشان لما تيجي تحط اللحمه ما تخرجش كده من على الطرف. كده خلاص انا حطيت ال4 طبقات عشان بس ما اطولش عليكم. وهحط دلوقتي كميه اللحمه بتاعتي كلها بالشكل ده، ونبدا نسويها في الصينيه بتاعتنا. وزي ما قلت لكم لازم كل ما تيجي تحطي ورقه تعملي لها كده طوف، بحيث لما نحط اللحمه معانا بالشكل ده ما تطلعش كده بره بره الصينيه. كده خلاص انا ضفت اللحمه بتاعتي تمام. هبدا اسويها معايا بالشكل ده، وبعد كده اكمل كده باقي الطبقات. الطريقه سهله جدا، مش هتاخد معاكم اي وقت خالص. دي اسهل صينيه رقاق ممكن تعمليها، حلوه جدا جدا، والطعم يا جماعه بجد خطير. اتمنى فعلا تجربوها تعجبكم قوي قوي. هنبدا بقى نحط باقي الطبقات بالشكل ده زي ما قلت لكم، احط كده 4 طبقات تانيين، وبين كل الطبقات بندهن طبعا سمنه زي ما عملنا كده مع بعض في البدايه. ودلوقتي نبدا نقطعها مع بعض. طبعا التقطيعه دي ترجع ليكي على شكل مثلثات او مربعات، دي زي ما تحبي براحتك خالص. هنقطعها معانا كده بالشكل ده، وهنبدا بقى دلوقتي كده نحضر مع بعض التشريبه اللي احنا نسقيها بيها. وفي المرحله دي بولع الفرن بتاعي على درجه حراره 180، طبعا بدخلها في الرف الوسطاني. كده خلاص انا قطعتها كده على شكل مثلثات تمام. وهبدا دلوقتي اجهز بقى معاكم التشريبه، نشوف بقى هي عباره عن بالظبط. اول حاجه كده معايا كوبايه الا ربع من الشوربه السخنه تمام. يا ريت بقى لو الشوربه كده طعمها حلو هتديلها طعم حلو قوي قوي. وكوبايه الا ربع من الحليب، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ونقلبهم بقى كويس جدا بالشكل ده. وكده خلاص الخليط السائل جاهز معانا تمام. هنبدا نسقي بيه الصينيه مباشره زي ما انتم شايفين كده. هنحط الكميه طبعا كلها. ودلوقتي كده على الوش معايا كده قشطه من وش الحليب، ضفت كده عليها بس معلقه من الحليب عشان كده الينها واطريها كده معايا، واعرف ادهن بيها وش الصينيه. بتفرق جدا في الطعم بصراحه، بتدي لها طعم رهيب. لو مش متوفره عندك تدهني كده الوش بمعلقه كده من الزبده او من السمنه البلدي، مفيش اي مشكله خالص. كده خلاص انا دهنتها كده معايا تمام. هدخلها الفرن معايا درجه حراره 180. اول ما الاقيها كده خدت معايا لون من تحت بفتح عليها الشوايه تاخد معايا اللون الذهبي، ونطلعها على طول. واوريكم دلوقتي شكلها بيكون عامل ازاي. شايفين الجمال؟ الله اكبر. كده خلاص خرجتها من الفرن، عايزه اقول لكم بجد تحفه، والطعم رهيب، وريحتها عايزه اقول لكم والله قلبت الدنيا. اتمنى فعلا تجربوها بالطريقه دي، انا متاكده هتعجبكم جدا جدا. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ اتمنى فعلا تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، يهمني قوي قوي. بكده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى يكون عجبكم، واشوفكم على خير.